مرة أنا وصديقي لوفرين. This is my friend. Say hi to my fans. Hello guys, the best double ever. في مفاجأة كبرى من العيال الثقيل كشفتها كواليس الحملة الإعلانية اللي كان بطلها محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر وزميله في الفريق السابق الكرواتي ديان لوفرين، بعدما تم الكشف عن عدم وجود محمد صلاح في الإعلان. اللي كان في الإعلان هو شبيه محمد صلاح، ولقى إعلان محمد صلاح ولوفرين لأحد شركات المشروبات الغازية رواج كبير في ظل العلاقة القوية اللي تجمع بين الثنائي منذ لعبهما سويا في ليفربول وقبل رحيل اللاعب الكرواتي عن قلعة الأنفيلد. الإعلان جهد ظهور الثنائي وهما يتناولان الأكلات المصرية الشعبية زي الكبدة والكشري، وتم الكشف خلال الساعات الماضية إن بطل الإعلان لم يكن محمد صلاح بل هو شبيه محمد صلاح. شبيه محمد صلاح هو محمد فرفور أو فيرو، شاب يبلغ من العمر 25 عام. اختارته الشركة الدعائية لتنفيذ الإعلان بدل من محمد صلاح لصعوبة تصوير محمد صلاح هذا الإعلان في اسكندرية نظرا لشعبيته الطاغية. بالذكاء الاصطناعي كان هي الوسيلة اللي اتبعها منفذ الإعلان من أجل الوصول لنفس ملامح محمد صلاح في ظل التشابه الكبير بينه وبين فرفور اللي قام بأداء المشاهد بدلا منه. واحتفى فرفور عبر حسابه بنجاح الحملة الإعلانية اللي كان بطلها رفقة لوفرين، كما إن الأخير أبدى إعجابه الشديد بالشبه بين شبيه صلاح والفرعون المصري، حيث قام بنشر صور من كواليس الإعلان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.